السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنرقدوا بها الحامض ويوجد معنا بسرعه، يعني ما كياخذش واحد المده طويله، حيت حنا بلي كنرقدوا الحامض مصير هو اللي كنرقدوه وما كنديروش فيه الماء. راه كاين الفيديو ديال الحامض مصير، راه كاين عندي في القناه الطريقه اللي رقدنا بها الحامض بلا ما. اما دابا غادي نرقدوا الحامض ويوجد معنا بسرعه، يعني ما كياخذش واحد المده طويله كيوجد بسرعه. وكنرقدوه في الماء. خليكم معايا في هذا الفيديو الى الاخير، ولا عجبكم طبعا ما تبخلوش عليا بالاعجاب وبالتعاليق ديالكم. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا انا خديت واحد الكميه ديال الحامض. خذي الكميه اللي عندك، سواء كثيره او لا قليله، سواء هذا الحامض الخضر او الحامض الصفر. المهم خذ الكميه اللي موجوده عندك، ماشي شرط يعني يكون عندك واحد المقدار. المهم احنا الكميه اللي عندك كتغسليها مزيان. طريقتي انا باش كنغسل الحامض، كندير واحد الماء دافي وكنكبو على الحامض وكنخليه واحد المده شويه حتى كنحس انه طلق اي حاجه فيه. صافي عاد كنجي نغسلو وحده وحده، ومن بعد كنبدل ليه الماء كنلقى انها صافي كيتصفى معايا، كيبقى الماء ديالو نقي. ضروري نغسلوه مزيان. من بعد غادي ناخذ واحد الطنجره ونوضعوا فيها الحامض ونغطيوها كلها بالماء. كيف ما كتشوفوا يعني هذاك الحامض كله يتغطى بالماء، ضروري يكون مغطي بالماء. صافي ونوضعوه فوق النار ونخليوه حتى كيبدا طلع لينا فيه الغليه. هو الماء كيبدا يسخن، اللون ديال الحامض كيبدا كيتفتح. كيف ما كتشوفوا كيبدا اللون ديالو كيتبدل. صافي كنبقى نحاول تبان ليا شي وحده هكا اللون ديالها ما تبدلش اولا تبدل من جهه وبقى من جهه، كنحاول نقلبها هكا حتى كيولي يبان عندي الحامض كله ولا لون واحد ولون فاتح على اللون اللي كان فيه. سواء كان صفر غيولي اللون ديالو فاتح، كان خضر غيولي اللون ديالو قريب للصفوريه. كيف ما كتشوف هذه اهم مرحله، ما تخليوهش حتى يطيب بزاف، لا غير كيبدا اللون ديالو كيولي فاتح صافي وكنحيدوه. انا في هذه المرحله ها هو دابا وجد، غادي نحيدو وغنديرو في واحد الصفايه. ضروري بالخف تحيدوه ديرو في الصفايه، ما تخليوش في الماء ديالو. ما تقوليش تخليه في الماء تيبرد ولا هذا، لا راه غادي يطيب معاك وغادي يجيك خايب. خلي دغيا بسرعه كتحيديه كتوضعيه في الصفايه باش تزولي منه هذاك الماء اللي طاب فيه، وكدوزيه تبرديه بالماء بارد. كيف ما كتشوفي انا دابا ديريكت دوزته للروبيني، كنرش عليه الماء هكا حتى كيبرد مزيان. ثم كناخذ واحد الاناء كندير فيه الماء. خاصه مثلا انا عندي قرعه ديال ايطرو، ندير ايطرو ديال الماء، لان انا ديك القرعه غادا ندير الحامض ندير فيها الماء. خص الماء يكون مغطي ليا الحامض. طبعا انا ما نهزش ما تش ليا ايطرو ديال الماء، وانما غادي المهم ندير انا الماء بالزيت. كنضيف على هذاك الماء كنضيف عليه كميه لا باس بها ديال الملحه. ضروري نكثروا الملحه على حسب الماء اللي عندنا. خص هذاك الماء في الاخر يعطينا يكون مالح، يكون مالح مزيان. كنخلط هذاك الماء مع الملحه مزيان حتى كتذوب الملحه. هاد الحامض راه ما كنشقوه ما والو، ما كان صافي كيبقى هكا. ما كان يعني ما كنضطروا لا نثقبوا الحامضه ولا نشقوها ولا حتى شي حاجه. كنشدوا هذاك الحامض كنديروه في دوك القرعات اولا القنينات اللي غادي نخزنوه فيهم. ثم كنوضعوا عليه هذاك الخليط ديال الماء والملحه، نغطيو الحامض بالماء والملحه صافي. ثم كنضيفوا ليه واحد شويه ديال الخل، تقريبا اي خل عندك، اي خل موجود عندك ضيفي تقريبا واحد ربع كاس ديال الخل. انا هاد القرعه وضعت فيها ربع كاس ديال الخل. ثم ضفت لها تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت، زيت المائده. كيف ما كتشوفوا راه كيبان لكم الحامض انه ما مغطيش، لا راه انا غادا نضيف ليه الماء والملحه باش نغطيه، لان الحامض ضروري خصو يكون مغطي، كله يكون مغطي بالماء. انا ما ضفتش الماء والملحه من الاول، خفت يعني قلت نضيف الزيت ونضيف الخل، عاد غادي نضيف عليهم الماء والملحه في الاخير. راه في الاخر راه الزيت راه كيطلع ليا الفوق. صافي كنسدو هذيك القنينه، نسدوها نحكموها الاغلاق ديالها ونخليوها واحد المده ما بين 2 الاسابيع حتى ل3 كيكون مواجد معك الحامض ممكن تستعمليه. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. حتى هنا كنقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.